5 أبراج. تلك الأبراج هترتاح من الهموم والضغوط اللي بتشعر بها حاليا، وهترتاح من تلك الضغوط بداية من يوم 20 و21 فترة عند ال5 أبراج اللي هتحدث عنهم. هي انتقالة من فترة صعبة نوعا ما إلى فترة رائعة. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الأبراج التي سترتاح من الهموم والضغوط التي حدثت معهم قبل بداية هذا التاريخ نتيجة للتوزيعات الكوكبية. هنتكلم بالتفصيل، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا: اشتراك وتفعيل الجرس، ودي أمانة بنقولها دايما، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. زي ما ندي شغلنا بأمانة، أمانة عليك إنك تشترك في القناة. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء، يعني بديك الوقت بتاعك وبعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا، الأقل حظا، كل شيء بعرفه لك. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي أنا كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في سلسلة الحلقات المحببة للجميع. و5 أبراج إن شاء الله تصحى على خبر حلو، أو ينتهي عندها الأزمات والهموم والضغوط التي حدثت معها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول برج معانا من ال5 أبراج وهو البرج الأكثر تعرضا للضغوط والأزمات خلال تلك الفترة، وبرج الحوت. حبايبي برج الحوت، منتقل القمر إلى برجكم بعد ما كان موجود، أو هو ما زال حاليا قبل انتقالنا إلى يوم 20. للناس اللي بتتفرج على الحلقة حاليا قبل بداية يوم 20 بتشعر بضغط، توتر، قلق، مشاكل، حاجات بتبوظ معاك في المنزل، ضغوطات، شعورك بالحزن، بالاستياء، شعورك انك لوحدك رغم الزحمة اللي حواليك، اكتشاف بعض الامور والغموض، وايضا اكتشاف نوايا البعض حواليك. الكثيرين منكم خاصة اصحاب الصفات الاصيلة، او الناس اللي يعني هنقول اللي كانت متعبة او مرت عليها الفترة وهي متعبة. طبعا مش الجميع، لكن انا بتكلم عن الاغلبية. الفترة دي هتنتهي والطاقة هترجع لك تاني، وستكون اكثر حظا واكثر هدوءا واستقرارا. فانتقال القمر الى بيتك الاول يريحك كثيرا بعد القمر، او ان يعني حدوث القمر المكتمل في بيتك ال12. للاسف كانت فترة صعبة جدا، عشان كده اليومين هتشعر ان امر ثقيل اتفك، نحس اتفك، تعب وارهاق ذهني وفكري اتفك عندك، وهتجد نفسك افضل، وهترتاح كثيرا من هموم وضغوط كانت تجتاح الكثير منكم. تاني برج معانا هو برج العقرب. حبايبي برج العقرب، مش هقول ان انت كنت مضغوط كتير، انا بتكلم على جزئية هنقول سوء التفاهم، المشاكل، العصبية الزيادة، التوتر، المستجدات والامور اللي مش على الهوا، المواجهات والمطالبات واكتشاف حقائق. كل ده كنت بتمر بيه، او لسه الناس قبل دخول يوم 20 من الممكن ان يحدث معها هذا. لكن بداية من يوم 20 وبداية التحرك وانتقال القمر إلى بيتك الخامس ستكون الأكثر هدوءا. العصبية هتقل، التفاهم هيزداد، هتبقى الفترة أكثر هنقول استقرارا ذهنيا من كتر التفكير، من التوتر، من القلق، من العصبية. حاجات كتير جدا كانت اجتاحت أفكارك خلال الفترة السابقة. تلك المرحلة ستكون أنت الأكثر هدوءا، بل بالعكس الأكثر نجاحا في المال، والأكثر نجاحا في العلاقات العاطفية، في توافق خاصة مع الأبراج المائية. ستكون لديك هناك توافق كبير في الأسلوب والمعاملة وكل شيء، وتشعر بالاتزان لحياتك عاد مرة أخرى بعد مرحلة من التقلبات. تاني برج معانا هو برج العقرب. نأتي إلى ثالث برج معانا هيرتاح من الهموم والضغوط اللي حدثت معاه والغموض اللي حدث معاه، هو برج السرطان.
حبايبي برج السرطان، تشعر ان الامور اصبحت افضل، تشعر ان الامور في سيطرة، تشعر انك دلوقتي شايف الامور افضل مما كنت شايفها قبل كده، عارف تتعامل بطريقة صح. العصبية انتهت من عندك، الى جانب اكتشافك خلاص لامور او بعض الشخصيات اللي حواليك وارد جدا اكتشاف انك كنت مخطئ. برضو البعض منكم هيكتشف هذا قبل دخول يوم 20 انه كان مخطئ في حق نفسه، انه كان ماشي في اختيار خاطئ او امر ما خاطئ. فترة هتأتي عليك بإنهاء بعض العلاقات السامة، هتعرف راسك من رجليك. أيضا الهدوء يسيطر عليك مرة أخرى، وفترة رائعة جدا. حبايبي برج السرطان، عنوانك هو النجاح، عنوانك هو الفرحة، عنوانك هو هنقول قبول البشرى اللي ببشرك بيها، بإنك هتصل لأمر كنت منتظره أو خبر صار كنت منتظره. فترة كويسة جدا تستعيد فيها الثقة مرة أخرى. طيب، بالنسبة لرابع برج معانا هو برج الدلو، وهو مستمر معانا من الفترة السابقة نتيجة للانفراجة المالية بأمر الله التي ستحدث لك. فترة من الفترات التي يحدث فيها انفراجة مالية وبشرة خير بالنسبة لأي أمر يتعلق بالمال، لأي أمر يتعلق ب هنقول العمل، النجاح المالي، سداد للديون. فترة فيها فرحة أو تسمع خبر حلو لأمر ممكن يكون قادم الفترات القادمة بالخير المالي أو التعويض. وببشر بالخير حبايبي برج الدلو. خامس برج معانا وهو برج الثور. حبايبي برج الثور، مش هقول ان انت كنت طالع من مشاكل، لكن كان الضوء مسلط عليك الفترة لغايه يوم 20، وهيبقى مسلط عليك لغايه يوم 19 واللي منتصف يوم 20 كمان. لكن بدايه من يوم 20 ومع مرور الساعات هتبدا الامور معاك تختلف، وتشعر ان في ايجابيه بعد ما كنت محطوط تحت ضغط او اختبار. هتشعر ان في توافق مع شخصيات كان ممكن بينك وبينهم توتر او ازدادت الامور تفاقم كمثال. فتره رائعه جدا بالنسبه لك لعوده الثقه، بل بالعكس البعض منكم هيبدأ أمور هامة في حياته، سواء عمل سواء علاقة سواء أي شيء، هيبدأ في عندك القدرة أو الطاقة على ده. فترة حلوة جدا لحبايبي برج الثور، وبقول عليها فترة كمان تعويضية. هعيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة ساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك بأمر الله، السنوات القادمة السنوات الأكثر حظا وكل حظا كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده جميع الأبراج بأمر الله تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.